صباح الفل. النهارده هنروح مع بعض مدينة اسمها جوداوري، او زي ما العرب بيقولوا عليها جبال القوقاز. يعني هنشوف جبال، انهار، طبيعة، مفيش بعد كده. ولو درجة الحرارة مثلا هنا في العاصمة 30 او 32، هناك في جوداوري بنلاقي درجة الحرارة 15، لان هي مدينة مرتفعة وجبال، وهنشوف طبيعة من الاخر. يلا بينا عشان نغطي المدينة وكل حاجة فيها ونشوف الاجواء الطبيعية عاملة ازاي. زي ما احنا شايفين كده وقفنا في طريق، وهنشوف المكان اللي احنا وقفنا فيه الطبيعة فيه عاملة ازاي. يلا بينا. جاهزين بقى تشوفوا ايه دلوقتي؟ يلا بينا يلا بينا. شايفين جمال الطبيعة هنا عامل ازاي؟ منظر من الاخر. بقى زي ما احنا شايفين كده بيبيعوا المشغولات اليدوية، سوفونيرز وهدايا. كان سياحي من الدرجة الأولى. السد اللي هناك ده اسمه سد جين فالي، ده سد صناعي. شايفين الطبيعة في المكان هنا عاملة ازاي؟ طبعا كل ما هنطلع لفوق كل ما هنشوف حاجات احلى، ودرجة الحرارة كمان بتقل. احنا كل المناظر دي هنشوف اجمل منها لما نطلع فوق. يلا بينا. تعالوا بقى، ده مكان تاني. شايفين معظم الاماكن هنا عاملينها للسياح زي مرجيحة كده، وعشان يتصوروا، وبيبيعوا مشغولات يدوية وهدايا. السياح مبسوطة ومستمتعة بالمنظر الخيالي ده، المنظر الجميل. خلصنا المكان الجميل ده، ننتقل للي بعده. يلا بينا. كمية العربيات والباصات اللي موجودة كل دول سياح، والمكان هنا أثري. احنا عند كنيسة وقلعة أنانوري، اتبنت في القرن ال13. وجمال المكان بقى ما وصفلكوش عامل ازاي. وهنا بيبيعوا عصاير وبيبيعوا العسل كمان. العسل هنا جودته عالية جدا، وزي ما احنا شايفين تقدر تشرب قهوة، تاكل. بيبيعوا سوفونير. مطعم في وسط الطبيعة، أجواء من الآخر. هنا بقى تجرب الأكلات الجورجية المعروفة. أشهر أكلة جورجية هنا خشبوري، جواه جبنة. فطرنا وظبطنا الكلام في المكان العالمي ده زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا نتحرك عشان الأجواء فوق ولا أروع. ايه رأيكم في المكان هنا؟ المكان ده جامد جدا. في زي مطعم ناس بتذبح خرفان وبتشوي، وفي رافتنج، وفي حصنة، وقاعدة هنا جميلة جدا زي ما انتم شايفين. والنهر حوالينا، وفي كل مكان طبيعة وخضار وجبال. ايه تاني هيكون اجمل من كده؟ هي دي طبيعة جورجيا الجميلة اللي خلتني اعيش في البلد هنا. زي ما احنا شايفين الطبيعة حوالينا في كل مكان. في ناس بتعمل رافتنج اهو، هيبتدوا يطلعوا، وفي واحد نازل بالحصان المية. ودي القعدات اللي في المكان هنا. في قعدات على النهر زي ما احنا شايفين كده، وفي زي غرف للعائلات لو حد عايز يجيب العيلة بتاعته واصحابه تستمتعوا بالمكان هنا. والجبال اللي حوالينا دي كلها اسمها جبال القوقاز. وده بقى رافتنج، مغامرة مدتها 8 كيلو في النهر ده. زي ما انتم شايفين كده النهر عامل ازاي. هنا مكان الشوي زي ما انتم شايفين. شايفين المكان الجميل ده عامل ازاي؟
الناس بتيجي تتصور هنا، الشلال نازل من فوق، وهوريكم مكان دلوقتي من الاخر. المية دي جميلة جدا للشرب وساقعة جدا كمان، ثلج. الشلال نازل من فوق وزي ما انتم شايفين كده اطلالة ولا اروع، والشلال بيعدي من هنا كده زي ما انتم شايفين. اهي المية، شايفين الشلال جاي منين؟ وشوفوا بقى المنظر الجميل ده عامل ازاي. شايفين الطبيعة اللي ورايا دي؟ جمال مفيش بعد كده. الطبيعة في جورجيا جميلة جدا. شوف بقى الطبيعة اللي هنا دي عاملة ازاي. زي ما احنا شايفين في ناس بتبيع عسل هنا، واللي عايز يركب حصينة في وسط الطبيعة هنا، وسيارات البيتش باجي. درجة الحرارة هنا دلوقتي 18، هنطلع فوق شوية هتبقى 15 أو 14. وصلنا الفندق ودي الغرفة بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف الغرفة عاملة ازاي. زي ما انتم شايفين كده دي الصالة. حمام زي ما انتم شايفين كده كبير. سويت. تعالوا بقى نشوف الإطلالة عاملة ازاي وغرفة النوم. دي غرفة النوم كده زي ما انتم شايفين، حاجة روقان. والفيو بتاعنا، الفيو جميل. ايه الجمال ده؟ هتسألوني وتقولولي أخدت السويت ده بكام؟ بما إن أنا شغال مع الفندق هنا وعندي شركة سياحة وعلى طول بنزل لهم جيست وجروبات وكده، فأخدت السويت ده فور فري. الفنادق هنا في جورجيا لما بتلاقينا عاملين معاهم شغل حلو فبتدينا ليلتين أو 3 ليالي كده فور فري. فزي ما انتم شايفين السويت عامل ازاي، مدينا حاجة محترمة جدا. وأوريكم بقى الكرسي ده بيعمل ايه. شايفين؟ بس كده. ده المطعم اللي بياخدوا فيه الفطار الصبح. ده هنا الساونا زي ما انتم شايفين كده، وفي هنا سويمنج بول صغير على إطلالة جميلة جدا. ده هنا مدخل الفندق زي ما احنا شايفين كده، وده الريسبشن. وفي قاعدة أول ما تدخل هنا. اللي ورايا ده الفندق، والفندق اسمه كاربي ديم جوداوري. وهنا الفنادق في جوداوري ما فيهاش تكييفات، فيها اللي هو الدفايات، عشان هنا المدينه في الصيف بيبقى الجو بارد، وفي الشتاء بيبقى كل المناطق دي تلج. طبعا سويت زي اللي انا قاعد فيه بالفطار بيعمل حوالي من 200 ل 220 دولار حسب الوقت اللي انت هتحجز فيه، والغرفه الستاندر من 70 ل 100 دولار بالفطار طبعا. وزي ما انتم شايفين الطبيعه حوالينا في كل مكان، وموقع الفندق مميز جدا عشان هنا في تلفريك. اكتر ناس بتزور المدينه هنا في الصيف اللي هو العرب، اكتر ناس بتزور المدينه دي في الشتاء الاوروبيين الروس، عشان بيعملوا سكيتنج، بيبقى فيه التلفريك شغال بتاع التلج وكده، فبتبقى فيه انشطه كتير في فصل الشتاء. العرب بيحبوا المدينه دي في فصل الصيف عشان الجو بيبقى بارد. يعني درجه الحراره دلوقتي وانا واقف 15، بس الجو لطيف عشان الشمس طالعه. بالليل طبعا هنا في الصيف لازم تلبس جاكيت عشان الجو بيبقى بارد جدا. درجة الحرارة هنا في الشتاء بتوصل 15 تحت الصفر، والجبال اللي قدامنا دي كلها الخضرة والمرتفعات اللي احنا شايفينها وجميلة ومنظرها حلو، في الشتاء بتبقى كلها متغطية بالتلج. الواحد جاي هنا عشان يطلع من الاسترس بعد العملية والاسترس بتاع الشغل، فجايب اللابتوب بتاعي عشان اشتغل من هنا برضو. الصراحة هو ده اللي انا كنت محتاجه، ريلاكس كده وهدوء قدام الطبيعة الجميلة دي. قضيت ساعتين سباحة وساونا وزي ما انتم شايفين كده، وجينا المطعم بتاع الفندق هنتغدى فيه، والإطلالة مفيش بعد كده. واحد اسبريسو بقى عشان نفوق شوية عقبال ما الأكل يجيلنا. ده مجرولي خشبوري، بيبقى في قلبه جبنة وبيبقى على الوش جبنة، وده بطاطس مكسيكان. دي بقى حاجة تانية اسمها بخلوفانا،
جواها سبانخ وجبنة، زي ما انتم شايفين كده من جوه سبانخ وجبنة.